السلام عليكم. في 3 أسئلة مهمين جدًا دايمًا بيتسألوا عن شهادة الCCP. إيه هي الشهادة أو إيه هي موضوعات الشهادة؟ مين المفروض ياخد الشهادة؟ ونذاكر الشهادة دي منين؟ السؤال الأول، الشهادة هي شهادة صادرة من الAACE. هي منظمة أو مؤسسة آآ إدارة التكاليف الهندسية الأمريكية. المؤسسة بتصدر عدد من أو بتصدر عدد من الشهادات، هي أهمها شهادة الCertified Cost Professional أو الCCP. موضوعات الشهادة كتير جدًا متشعبة، بتبدأ من أساسيات إدارة التكاليف، بعد كده بنتكلم فيها عن الكوست استيميشن، بعدين البرفورمانس ميجرمنت عن طريق الايرن فاليو، بعد كده فيها قسم متعلق بعلاقه الكوست مانجمنت بالبروجكت مانجمنت، بعدين العلاقه بالفاينانشال مانجمنت، وبعض الموضوعات الاخرى زي الستاتستيكال والبروبابيلتي والريسك مانجمنت. كل ده في اطار في الاخر بيصب في مصلحه علاقات اداره التكاليف بكل التخصصات دي. السؤال الثاني، مين ياخدها؟ طبعا في مقدمه الناس اللي المفروض ان هي مؤهله او مرشحه ان هي تاخد الشهاده دي عشان يعززوا فرصهم هم نفسهم، طبعا الناس بتاعه الكوست مانجمنت، سواء كوست كنترول او كوست استيميشن. الشهاده مهمه جدا ليهم، مهمه ليهم لان في بعض المؤسسات دلوقتي اصبح متطلب اساسي بيشغل مناصب معينه ان هو يكون حاصل على الشهاده. طبعا البروجكت مانجرز اللي حابين ان هم يتعمقوا اكثر في موضوعات اداره التكاليف، اي حد شغال في الكونستراكشن حابب ان هو يكون له علاقه باداره التكاليف، او ان هو يكون فاهم عمليات اداره التكاليف بشكل اكثر توسعا. نذاكر الشهاده منين؟ الشهاده طبعا ليها مصادر معتمده للمذاكره زي السكيلز اند نولج والستادي جايد الصادرين عن الACE والكوست انجينيرنج ترمينولوجي. دول ال3 كتب تقريبا مجموعهم بيوصل ل 900 صفحه. احنا في PMA اختصرنا الكلام ده في نقاط محدده في سلايدز مبسطه عشان نوصل المعلومه بشكل بسيط وبشكل سهل. الكورس عندنا مختلف تماما. احنا عندنا الكورس بيخلط جامد جدا ما بين الواقع العملي والنظري. بنعرف كويس جدا نوجه النظري اللي موجود في المصادر اللي احنا اتكلمنا عليها دي، ونعرف ندي امثله عليه كويسه جدا من الواقع العملي. بنعيش المتدرب في جو من الخليط ما بين الشغل العملي والنظريات. الناس اللي اخذت معانا المجموعه اللي قبل كده لمسوا ده جدا واتكلموا عنه في الفيدباك عن الكورس. هنسيب لكم التعليقات بتاعتهم او الفيدباك بتاعتهم تحت في الكومنتس على الفيديو، تقدروا تشوفوها وتقرروا بعد كده ان شاء الله.